فاكرة لما كان يومك ملكك، لما خروجك كان ملكك، لما نومك كان ملكك، لما دخولك الحمام كان ملكك؟ فجأة ظهر الكائن الصغير الجميل ده وشقلب حياتك كلها. بقيتي عايشة في ساقية، رضاعة، غيار، عياط، ومحاولة نوم فاشلة. حاسة انك فقدتي نفسك، حاسة بالذنب لانك بتتمني لو يرجع يوم واحد بس من غير مسؤولية. ما تخافيش، انتي مش ام وحشة، انتي بس في صدمة البدايات. فيديو النهاردة ليكي علشان ارجع الام اللي تاهت في زحمة البامبرز. خليني احكي لكم قصة ليلى. ليلى كانت مهتمة جدا بشياكتها وشغلها. اول ما خلفت لقت نفسها بقالها 3 ايام ما غيرتش هدوم البيت، ووشها دبلان، وجوزها يرجع يقول لها مالك قلبة وشك ليه؟ ليلى دخلت الحمام، قفلت على نفسها وفضلت تعيط، وكانت بتسأل نفسها سؤال: هو انا هفضل كده طول العمر؟ هي دي الأمومة اللي بيقولوا عليها؟ صدمة الواقع يا جماعة بتبقى مختلفة تماما عن صور البيبي ريست اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. علميا انت بتمري بتغير هرموني عنيف مع نقص نوم بيعادل التعذيب الجسدي. طبيعي تحسي باكتئاب ما بعد الولادة أو حتى مجرد ضيق. ده مش ضعف إيمان، ده كيمياء في الجسم. والدين بيقولك وحمله وفصاله 30 شهرا. ربنا ذكر التعب والجهد في القرآن عشان يقولك أنا حاسس بيكي. الأمومة مش زرار بندوس عليه فبنتحول لملايكة. الأمومة رحلة تعلم محتاجة صبر على نفسك قبل صبر على طفلك. تعالوا نعمل ريستارت للماما الجديدة. عشان نعدي المرحلة دي بأقل خسائر هنعمل شوية حاجات. 1. النوم أولا. القاعدة الذهبية: نامي لما البيبي ينام. المواعين مش هتطير، الغسيل مش هيهرب، بس عقلك هو اللي هيطير لو ما نمتيش. 2. اطلبي مساعدة خفيفة. لما حد يقولك أساعدك بإيه ما تقوليش شكرا، قولي له خد البيبي ساعة اخد دش، او هات معاكي غدا. ده مش تقصير، ده ذكاء. طب انا مفيش حد حواليا اصلا عشان ياخد البيبي مني او علشان يساعدني. في الحالة دي احنا هنساعد نفسنا بطريقة سهلة جدا. هنتفق مع بابا طول ما هو في البيت هياخد البيبي شوية تقدري انتي تعملي فيهم اي حاجة لنفسك، تاخدي شاور، تظبطي اي حاجة. البيبي بينام في اليوم اكتر من مرة، فلما ينام شوية انتي كمان هتقدري تنامي معاه شوية، وممكن شوية كمان من اللي بينامهم تقدري تعملي فيهم اي حاجة ولو سريعة. مش لازم كل حاجة كل يوم تكون عظيمة ومرتبة ومنظمة. ده كده احنا بندور على حاجة مش هنقدر نوصلها. 3. 5 دقايق أنوثة. كل يوم البسي حاجة بتحبيها، حطي ريحة حلوة حتى لو مش خارجة. حسسي نفسك ان ليلى لسه موجودة تحت قناع ماما. ليلى لسه زي ما هي جميلة، وزادت حياتها حاجة أجمل وهي النونو. مش لازم تبقى بنفس الشياكة ونفس الدرجة، لأ، لكن لسه في منها باقي. يا بطلة النونو، المرحلة دي مؤقتة، بكرة البيبي يكبر ويستقل، وهتفتكري الأيام اللي كان فيها نونو وانتي مشغولة ومش لاقية وقت لنفسك، وهتقعدي تضحكي عليها. ما تضغطيش على نفسك زيادة، ارحمي بشريتك، حاولي على قد ما تقدري تبسطي نفسك. وافتكري ربنا حط الجنة تحت رجلين الأمهات مش من فراغ، ده عشان هو عارف قد ايه الأم بتمر بلحظات صعبة كل لحظة، ده عشان كل لحظة سهر وكل دمعة بتنزل منك. اكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة وحشك انك تعمليها قبل ما البيبي يجي، واكتبي لي كمان ايه اكتر حاجة بتمري بيها مع البيبي ومش عارفة تتصرفي فيها قوي مسببه لك مشاكل. ولو عندك اي مشكلة بتواجهك اكتبي لي علشان نعمل عنها حلقة. متنسيش تكوني واحدة من عائلتنا الكبيرة اللي زادت ماما جديدة، وما تنسيش تبعتي الحلقة لماما جديدة زيك عشان تقدر تعمل ريستارت لنفسها.